rail algérien. J'ai jamais dit le contraire. الدراي أغنية جزائرية. البكبوكة الأصل ديالها ماشي مغربي، واخا تميزت بها المنطقة الشرقية إلا أنها ماشي مغربية. إذن الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكلة اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكة. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى بالبقلاوة. اييه بقلاوة أكلة هذه دخلت من الجزائر. نعم من المهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها تطوان. اييه ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينة العرائش ودخلوا العجين تاع البسطيلة اللي يسموها دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قسطانك محلول، هذه القطعة زوينة، هذه الا بارتيان او دومين بوبليك، يعني الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم كيقولوا لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه عاد جا مهران ولا جا تلمسان ولا هذا، خصك تعرض له وتجيبو للدار وتعمل له العرضه وتجلسوا وتاكلوا وتشربوا وتسكنوا، لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين الجزائر جاو عندنا الفاس، والوليد هو اللي عرض عليهم عبد الكريم داني حيت باش تتعلم ما كاين حتى شي مويان، ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي باش لا يكون يهديه الله في 3 ولا في 4 الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا انا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي. هذاك الكادو مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيرا دالجي، ورينا لهم الفن ديالنا، ورينا لهم اش كنسواو في الفن اللي ديالهم هو في الاصل. هو القسطان عنده جذور واصول تركيه فارسيه، ومن بعد ملي جاو العثمانيين للجزائر ودخلوا اولا الجزائر قبل ما يدخلوا المغرب، ومن بعد وصل لنا حنا من بعد. من اين اتى القسطان الى المغرب لنشاهد. مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك ليجيبت للجزائر دخلتنا الثقافه ديال القسطان. بزاف ديال العائلات تركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كنجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز اللي بحيث ان القسطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر. الخطاب بالجزيري. يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا بصدد أننا إن شاء الله غنحكيو عليها. كذلك قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية المدينة الرباط. العائلة بن غبريت تماما. محمد بن غبريت فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. Aujourd'hui, c'est de la musique gharnati, c'est de la musique, on peut dire un peu algérienne. Un peu algérienne, mais bien sûr parce que le Maroc est connu comme quoi. حنايا عندنا المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجدة خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان. كتعرفي ان تلمسان ووجدة بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافة قصيرة. وكان في وقت في عهد الاستعمار ينشطوا في هذه الجمعية الأندلسية اللي كانوا كيجيو فنانين من تلمسان ويتلاقاو بفنانين تاع وجدة وكيديروا بيناتهم يعني تداريب. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العمل اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف.